إذا كان تبويس اللحى كما يقال باللغة العامية يحقق مصلحة البلد فأنا سأقوم به، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، تكمن ليس في اللقاء وإنما تكمن في مضمون اللقاء. طرح اللقاء قد يكون هام باعتبار اللقاء هو عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف. طيب ما هو الهدف؟ لم نسمع ما هو الهدف. طبعا مثل ما شفتوا موضوع الفيديو عم يحكي عن التقارب التركي السوري أردوغان وبشار الأسد. كتير ناس بتقولك انه بشار الأسد عم يتدلل، ومثل ما شفتوا بحديث بشار الأسد بيقولك انه مضمون اللقاء، نحن ما عنا اختلاف على اللقاء لكن لازم نفهم مضمون اللقاء. فعلى عكس ما بعض الناس عم بتحاول تصور لنا انه اردوغان باع الثورة وباع المعارضين وباع، بالعكس هي الامور مو واضحة بالنسبة للاسد. ملاحظين؟ مو واضحة، لو واضحة كان سلم وكان صافح، ولكن الواضح من الموضوع انه اردوغان عم بيقولها بشكل واضح وبشكل صريح انه بده يقلص او يقضي على قسد. بصريح العبارة يعني بيقول لك الإرهاب يلي هو بيقصد فيهم قسد. بنفس الوقت بشار ما عنده مشكلة مع هي، لكن بشار بده المعارضة، بده الأراضي السورية، بده خروج القوات التركية وعودة الأراضي التركية إلى سيطرته. وهذا النقطة يلي لسه أردوغان ما عم بيعطيها. هلأ بده يعطيها اليوم، إمتى بكرة ما بنعرف. فنحن دائما بنقول بالنسبة للمواقف السوريين لازم تكون الكل معارضين لهذا الاتفاق وللأسد. وبدي أقول شغلة مهمة، إنه الهدف من هذا الاتفاق لو حصل، يعني خلينا نحكيها بصريح العبارة، أردوغان مصلحته في القضاء على قسد، بشار الأسد مصلحته في القضاء على المعارضة السورية. تمام، لكن مين أهدافه واضحة؟ مين عم بيقدم التضحيات؟ مين عم بيقدم أوراقه؟ هذا السؤال اللي لازم ينطرح. ولكن هذا اللقاء هو ما بصالح أي طرف من الأطراف السورية. يعني نحن عم ندور على عزلة بشار الأسد أمام كل الدول، فأكيد نحن ما لنا مع هي المصالحة وما لنا مع هذا اللقاء، ولا حتى مع أي إجراءات تركية بتكون بحق إخواننا الكرد في مناطقهم. وهي النقطة بالذات لابد من أنه توحد السوريين عرب وكرد ضد بشار الأسد وضد أي تدخل خارجي في الشأن السوري. تحياتنا لكم وبالسلامة.